في أعماق الغابة الكثيفة والمجهولة تقع الغابة السحرية، مكان يعجب الجميع بسحره الخاص وأسراره الغامضة. يقال إن الغابة تحتضن قوى خارقة وكائنات سحرية تعيش بسلام بين أشجارها الضخمة والورود المتفتحة. في هذه الغابة السحرية عاشت فتاة صغيرة تدعى ليلى. كانت ليلى ذات عيون كبيرة وشعر طويل وأسود كالليل. عاشت في كوخ صغير بجوار نهر رائع يجري خلال الغابة. كانت ليلى فضولية للغاية ومغامرة، ودوما ما كانت تحلم بالاكتشاف ورؤية العجائب التي تختبئ في أعماق الغابة. في يوم من الأيام قررت ليلى الشروع في رحلة خاصة داخل الغابة السحرية، بعيدا عن كوخها الصغير. كانت تحمل معها دليلا سحريا، وراءها كان يتبع صوتا غامضا يدلها على مكان مميز داخل الغابة. لم تخبر أحدا عن رحلتها، فقد أرادت الاحتفاظ بالمفاجآت لنفسها. خلال مغامرتها قابلت ليلى مخلوقات سحرية مذهلة، مثل الجنيات الرقيقات والتنانين اللامعة. كما اكتشفت أشجاراً سحرية تمتلك أوراقاً تغني أغاني بهاجة، وأزهاراً تتوهج بألوان قوس قزح. كان كل يوم مليئاً بالمفاجآت والسحر. في إحدى الليالي أثناء تجوالها الساحرة في أعماق الغابة، اكتشفت ليلى باباً سرياً يبدو أنه يقود إلى مكان مجهول داخل الغابة. لم تتردد لحظة في الدخول، فكانت فضولها يدفعها نحو المجهول. ظلت ليلى تسير في الممرات المظلمة والمتعرجة للباب السري، وبعد فترة قصيرة من السير وصلت إلى غرفة كبيرة مضاءة بضوء باهر. لم تصدق عيناها ما رأته، كنز سحري يعج بالجواهر والأحجار الكريمة، وأشياء ثمينة لا تعد ولا تحصى. لم تكن ليلى تبحث عن الثروة، بل كانت مغامرتها تهدف إلى الاكتشاف والتعلم. قررت أن تأخذ معها جزءاً بسيطاً من هذا الكنز لتذكرها بالأوقات السحرية التي قضتها في الغابة. عادت ليلى إلى كوخها مشتاقة لمشاركة مغامرتها مع عائلتها وأصدقائها، لتكون قصة تلهم الجميع لاستكشاف الجمال الخفي في العالم. لقد عاشت ليلى تجربة لا تنسى في الغابة السحرية، وبقيت هذه الذكرى تلمع في قلبها كلما نظرت إلى الكنز الصغير الذي احتفظت به. وهكذا بقيت الغابة السحرية مكاناً ساحراً وغامضاً يستقطب المغامرين والروح الفضولية، حاملة معها العديد